يا ميت مرحبا. تعالوا نحكي سوري بكل صراحة. لما نحن عم ننتقد الأخطاء والإساءات اللي عم تصير على أرض الواقع بسوريا ضد ناس مدنيين أبرياء عم يمارسوا حريتهم وحياتهم بشكل يومي وطبيعي بسبب ممارسات بعض العناصر المنفلتة أو الفلتانة واللي عم تفكر حالها أنه عم تربي الناس وتهديهم للطريق الصح، نحن ما منكون عم ننتقد شخص السيد أحمد الشرع ولا منكون عم ننتقد الدين الإسلامي. أول شيء الموضوع ما له شخصنة نهائياً. انتقاد الخطأ ما له علاقة بشخصية السيد الشرع اللي أكيد ما عنده الوقت ولا أصلاً مطلوب منه يتابع كل هالتفاصيل، لأنه في حكومة فيها 28 وزير وفي 3 وزارات اللي هي العدل والدفاع والداخلية مسؤوليتهم هي القصص، مسؤوليتهم يراقبوا العناصر ويتابعوهم ويصلحوهم ويقوموهم ويوجهوهم صح كيف يتعاملوا مع العالم. وبنفس الوقت نحن ما بنكون عم ننتقد الدين الإسلامي، بالعكس نحن الدين الإسلامي بنعرف إنه هو أسمى وأكبر من هي التصرفات وما بيقبل فيها أصلاً. ونحن طول عمرنا عايشين مع أخواتنا وأهلنا بالبلد من كل الملل والأطياف، وبحياتنا ما سمعنا ولا شفنا هيك تصرفات. بالعكس الإسلام السنة بسوريا هن قمة الاحترام والأخلاق واللي بيوزعوها على العالم كله. لذلك ما تشخصنوا المواضيع ولا تحاولوا تبرروا وتركضوا من محل لمحل لحتى تقولوا لا غلط وما صار هيك شيء وانتم ما بيصير تحكوا بهي الطريقة وانتم عم تأذوا الحكومة. بالعكس انتم اللي عم تأذوا الحكومة، لأنه الحكومة ما بحاجة لمنصات دفاع، الحكومة بحاجة لتعرف الغلط لتصلحه. الدفاع المستميت ما بيحميها، بيأذيكم وبيأذيها. خليكم ناس منطقيين. اللي رفض النظام الطائفي والمتطرف والإقصائي والديكتاتوري من 15 سنة هن نفسهم هلأ بيرفضوا هي التصرفات اللي فيها تكسير وإذلال لكرامات الناس. نحن ما رفضنا النظام البائد لأنه علوي، نحن رفضناه لأنه ديكتاتوري ومتطرف بغض النظر عن دينه. التطرف ما له دين، التعصب وقمع الحريات ما له دين، تحت أي مسمى بتصير الديكتاتورية. لذلك بعدوا الدين وبعدوا شخصية السيد الشرع عن الانتقادات وحاجة تبرروا، لأنه الوطن أكبر بكتير من أشخاص، والوطن لا يختزل بشخص. لا تكرروا أخطاء الماضي أبداً. وبنفس الوقت الدين الإسلامي أسمى من كل هاي التصرفات اللي فيها إذلال وتكسير لكرامات الناس. بترجاكم انتبهوا منيح على الخطاب وحاجة تبرروا بشغلات غلط، لأنه أكيد نحن لما عم نحكي أول شي همنا مصلحة البلد لتتعمر صح، ونحن بدنا ندعم الحكومة ونساعدها، ما بدنا نبرر لها.